النهارده اليوم 36 في رحلتي، وانا بحاول اظبط شكل جسمي بعد الاصابه الكبيره اللي كانت عندي. اكتر من شهر هو ما استخدمتش مكمل بروتين خالص. كنت بعرف اكمل احتياجي عادي جدا، لكن بقالي كام يوم بواجه صعوبه في الحوار ده، فقررت اجيب مكمل. ووقع اختياري على شركه SVF. طعم اللوتس ده ترشيح من كريم ماجد نفسه، فانا متاكد ان هو هيبقى جامد. بس تعالى نجربه سوا. تحفه تحفه. شوفان باللوتس، انت متخيل؟ طبعا لو عايز خصم بعت لهم مانوتين وانت بتطلب هتاخد خصم محترم. النهارده عندي بول، اول يوم لرجوعي لنظام البوش بول ليج تاني. انا بحبه جدا لاسباب نفسيه وعلميه. الاسبوعين اللي فاتوا لعبت ارنولد كتغيير بس مش اكتر. مش عيب تست الوزن الاول، ولو لقيته خفيف شويه او تقيل شويه توقف وترجع تظبط الوزن تاني. يعني ده بالنسبه لي كان خفيف فانا زودت، لو تقيل هخفف، مفيش مشكله. المهم تلعب باداء سليم وتوصل في الاخر للفيلير في رينج العدات المطلوبه منك. ليه البوش بول ليج احسن سنه من الارنولد سبليت؟ مع ان الارنولد مش وحش، لا كويس جدا، لان البوش بول ليج بيخليك تلعب العضله الاساسيه مع العضله المساعده. عضله الشيست، ايه العضلات المساعده ليها؟ الكتف والتراي. لما تدخلهم مع بعض هيعملوا لك يوم البوش. عضله الظهر، العضلات المساعده ليها ايه؟ بايسبس وكتف خلفي. هتدخلهم مع بعض هيعملوا لك يوم البول. فبالتالي اليوم اللي بعده انت ما دخلتش اي عضله مساعده اشتغلت امبارح، فعملت فول ريكفري. طبعا الفرق ده فرق بسيط ومش لكل الناس. انت كده كده لو مهتم بتغذيتك وبنومك وبتلعب بفوليوم مناسب، فانت ليك كامل الحريه تلعب بالنظام اللي يريحك. المهم تستمر عليه اطول فتره ممكنه عشان في الاخر توصل لهدفك. الوقت اتاخر، فهبدا اضم سعراتي بقى. بطاطس مع بيض وفراخ، وبعدها بشويه سمك وسلطه. بس كده اوعى تنسى تعمل فول عشان تكمل معايا بقيه الرحله للاخر.